السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوك وذ رميسة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نشارك معكم وصفة البيتزا بعجينة رائعة وبصلصة بزاف بنينة. نروحوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى نصف كاس حليب دافي وماشي سخون، ونص كاس تاع الماء دافي وماشي سخون. نزيدو مغرفة كبيرة تاع السكر ومغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز تكون ممسوحة ومغرفة صغيرة تاع الملح وربع كاس تاع الزيت. سعة الكاس 220 مليلتر. نشدو حبة تاع البيض، ندو بياض البيض وصفار نخلوه ندهنو به أطراف البيتزا. نخلط كامل المكونات جيدا، ومن بعد نبدا نلم العجينه بالفارينه. نبقى نضيف في الفارينه ونحرك حتى نتحصلوا على عجينه طريه تكون شويه تتلصق في اليد، ماشي بزاف. هنا بعد ما كملت لميت العجينه، نرش شويه فرينه على سطح العمل وندلكها واحد 2 دقائق، ما نكثروش، غير شويه برك. ومن بعد نغطيها بالبابي اليمونتير ونخليها تخمر ونروح نوجد صلصه الطماطم. عندي 2 حبات تاع طماطم مع حبه صغيره تاع بصل مقطعه مربعات، مع فصوص تاع الثوم، ومع طوماطيش تاع الباطا وشويه الزعتره والرند. نديرهم كامل في مقله مع شويه تاع الزيت ونحطهم على نار قليله ونخليهم حتى يذبالوا كامل. تذبال هذيك البصله والطوماطيش والثوم كامل يذبالوا. هنا بعد ما ذبالوا لي نزيد الملح وفلفل اسود وفلفل احمر. تحبوا ديروا الحار، تحبوا ما ديروهش. نضيف نصف كاس تاع الماء ونعاود نرجعهم على النار ونخليهم يطيبوا في عقلهم حتى تتخضر لي كامل هذيك لاصوص، ونتحصلوا على هذه صلصه الطماطم. نديرها في الطاس تاع البغا ميكسور ونرحيها كامل. بيان سور نحي هذيك الزعتره ونحي الرند كامل باش نرحي الصلصه. بعد ما كملت صلصه الطماطم نروح مباشره نبدا نوجد البيتزا. نقسم العجينه على 2. هذه الكميه تاع العجينه دارت لي 2 وحدات تاع البيتزا كبار، يعني اذا حبيتوهم متوسطين ولا صغار تقدروا ديروا 3، تقسموها على 3 وحدات. نرش الفارينة على سطح العمل ونبدأ نفتح في العجينة عادي، نفتحها رقيقة. ومن بعد نرفدها ونحطها في السنيوة اللي ندخلها للفرن. البيتزا الاولى راح نحشيها بالفرماج طري في الاطراف كما راكم تشوفوا.
ومن بعد نقلب العجينة على هذاك الفورماج كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، طريقة سهلة ومبسطة. ومن بعد جبت صفار بيضة اللي خليتها مقبل وضفت لها مغرفة كبيرة تاع الحليب، خلطتها مليح وبديت ندهن الاطراف اللي حشيتهم بالفورماج الطري كما راكم تشوفوا، ندهنهم كامل. ومن بعد نزيد لهم ساندويتش، تحبوا ديروا جلجله نديروا، لكم الاختيار. ومن بعد نبدا ندير في صلصه الطماطم اللي خدمتها معكم. نزيد جبن مبشور، وفلفل اخضر مقطع دوائر كما راكم تشوفوه، وضفت زيتون اخضر مقطع دوائر كما راكم تشوفوا، ونزيد دجاج كنت تبلته بالملح وفلفل اسود والزنجبيل والكيري وقليته في الزيت نص طياب ويكمل يطيب كي ندخلوه للفرن مع البيتزا. ومن بعد نزيد زيتون اسود وندخلوها للفرن، يكون مسخن من قبل، يكون مسخن مليح من الاسفل ومن الاعلى، ما طولش في الطياب كي يكون الفرن سخون مليح. ومن بعد نشوفوا النتيجة. وهكذا بعد ما طابتنا البيتزا الثانية كنت وجدتها، ومن بعد ندخلها مباشرة للفرن، يعني كي نفتح العجينة وندير صلصة الطماطم ونحشيها كامل بالمواد اللي عندي بالمكونات اللي عندي، ندخلها مباشرة للفرن، ما نخلوهاش تريح باش ما تجيش خشينة كما المطلوع، فهمتوني؟ لأول مرة يتفرجوا فيديوهاتي يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا، ويشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم ما تنسوش ديروا لنا جام وتحطونا رايكم في تعليقات. شكرا على المشاهدة ودمتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.